سلطان عبد الله محمد من إمارة دبي. حبيت أن أتكلم عن القراءة اللي تغير من طموح الإنسان، اللي تغير من شخصيته، من تكوينه، من تفكيره. من 4 سنوات وأنا أقرأ، فمثل ما تلاحظون التغيير هذا في شخصيتي، في أسلوبي، في كلامي، في حتى المصطلحات العلمية كلها. الإنسان لما يبدأ في القراءة كل شيء يتغير، يكون عنده نضج، يكون عنده رؤية مستقبلية، يكون عنده يعني تصور للمستقبل، ويكون يعني مو مثل واحد ما عنده هدف. القراءة فعلا تغير شخصية الإنسان، فتعطي توجه جديد، تغير مناحي حياته، وتخليه إن شاء الله يكون في مسار يعني أفضل من المسار السابق. القراءة تعمل شخص يعني قفزة نوعية في حياته. المكتبة عندي طبعا تشوفونها انتم، صار لي مجمعينها أكثر من 4 سنوات، 4 سنوات وأنا أشتري في الكتب. طبعا 90% أو 99% الكتب كلها شريعة وقانون، وعندي بعض الكتب التاريخية اللي تتكلم عن تاريخ الإسلامي وعن الحضارات العربية وعن يعني عن تاريخ العرب يعني منذ القدم. فالتغيير في شخصية الإنسان تبدأ من القراءة، متابعة للكتب. دائما الكتب هاي تحفز الإنسان وتغيره، يعني تعطي تطلعات، آمال، طموح ثانية. فصار لي 4 سنوات وأنا أجمع في المكتبة هاي، تضم أكثر من 2400 كتاب ومجلد، كلها في الشريعة وفي القانون. وإن شاء الله في الأيام الجاية أطمح أني أسس أكبر مكتبة منزلية على مستوى دولة الإمارات، بكل فروعها، فرع للأطفال، للنسوان، للثقافة، للتعليم، للتطوير. فإن شاء الله رب العالمين يمكننا إن شاء الله أني أسس أكبر مكتبة وأنال على جائزة الشيخ خليفة بإذن الله تعالى. أنا محمد سلطان، وايد تمتعت بالقراءة وحبيت القراءة لأني كل مرة أشوف أبويا، كل ما أدش المجلس أشوف أبويا يقرأ، وحبيت وايد القراءة. يوم أروح عند أبوي، يوم أشوف اللي يقرأ أقرأ معاه وأتابع معاه. كل ما يحط على إيده أي شيء يقرأ، أقرأ نفس ما يقرأ. زايد سلطان، أحب أقرأ القصص الثقافية، منها أستفيد وايد وأتعلم وأعرف شخصيتي، وأقدر أطور من نفسي وايد عشان يوم أكبر أقدر أبني نفسي. أنصح كل طلاب المدارس أنهم يقرون وايد عشان يستفيدون يوم يكبرون وما يبغون حد يساعدهم.